لا فرق، يعني لا غنى عن علي ولا غنى عن القرآن، وجودان متلازمان، علي مع القرآن والقرآن مع علي. يوم من الأيام عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ برجل بتلابيبه، يعني يسحب بيه شلون يقول بزياقة، يعني مبهذله. فسأل النبي: ما يا عمر، ما خبر الرجل؟ بهذلته سويت بيه؟ قال له: يا رسول الله، يقول وكان علي إلى جنبه. قال: يا رسول الله، إن هذا يزعم أنك قلت من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قال له: هذا شنو ضايقك بيها؟ قال له: ضايقني لأن هاي تفتح المجال للناس للمعصية، أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أرتكب معاصي، وجهة نظره هالشكل. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: بلى والله أنا قلت من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بشرط أن يتمسك بمحبة هذا وولايته، ووضع يده على منكب علي. هذه المواقف اللي مرت بكم بالمسجد وبالحروب، ما استذكرت لك كلمة واحدة ووليت على الأمة علي بن أبي طالب؟ أقلا بها مجال تصلح الماضي. لا إله، ذيك المرة صارت هذه صلحتها بعد، لا، وضعها في 6، زعم أن عليا منهم. فليش دخل علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ دخل حتى يبين التناقض. هسه أجيك بالتناقض شنو اللي حصل. فسأل عبد الله ابن عباس، قال له: شنو الخبر؟ يعني هاي الأزمة اللي بنفسك والحسرة أنك تقول على مستقبل الأمة، ليش متضايق على الأمة؟ عندك هواية ناس، عندك ناس مبشرين بالجنة. قال له: مثل من؟ قال له: مثلا زبير بن العوام. قال له: الزبير مؤمن الرضا كافر الغضب، يجوب الصحراء بسيفه على صاع من شعير. بالله تابعني لأن حتى نفهم التناقض وين حصل. قال له: طيب عبد الرحمن بن عوف، تذكر بالشورى شنو كان دوره؟ كان دوره أن عمر حدد أن الرأي يميل للجهة التي فيها عبد الرحمن بن عوف، يعني أكثر ثقة. اسمع تقييمه إليه. قال لعبد الرحمن بن عوف، قال: هذا لا يصلح إلا لمنادمة النساء، يعني ما يصلح للخلافة، يصلح لمنادمة النساء. طيب شلون تخلي بالشورى؟ شلون تخلي الزبير بالشورى اللي تقول الزبير يجوب الصحراء على صاع من شعير، مؤمن الرضا كافر الغضب؟ قال له: طلحة. قال له: طلحة صاحب الأصبع المبتورة الكذا، صاحب فخر وزهو شيء، ما يصلح للخلافة. يقول: وقفت يم علي بن أبي طالب، كل واحد الطاطين بخده، وقفت يم علي بن أبي طالب، ما قلته، التفت لي هو، تحرش بي عمر، قال لي: ألا تذكر صاحبك؟ يعني شو ما قلت لي وعلي؟ قلت له: أتوليه؟ ترى عبد الله مو سهل، ولذلك احنا إذا ما أدركنا الوقت من نوصل للخوارج، الإمام أصر اللي يحاورهم عبد الله بن عباس، بس الأمة أخذت على إيده لا إلا أبو موسى الأشعري. فقال له: أتوليه؟ قال: ولم لا، والله لأن ولينها ليحملنهم على المحجة البيضاء، ولكن أبت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فأصابت ووفقت. يعني رأي مع رأي، مع رأي قريش، أصابت ووفقت. أولا الحكي هواية، يعني ما تغطي موقف واحد، يعني من تكن قريش حتى تصيب وتوفق؟ ومن تكن قريش؟ وما علاقة قريش بالنبوة؟ هو الله اللي أرسل محمد لو قريش اللي أرسلت محمد؟ مو قريش قاتلته بكل ما عندها من إمكانية، وقريش ما دخلت الإسلام إلا مكرهة، حرصا على البيت المال وحرصا على رأس المال. هسه طلعت قريش اختارت لنفسها فأصابت ووفقت. طيب يقول هو ما مقتنع بي أنا، ويقول قريش تقول لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد. طيب شلون يخليني بالشورى؟ تناقض لو مو تناقض؟ فلما دخل بالشورى ليظهر هذا التناقض الموجود بالأمة، وهو متأكد تماما أن المسألة لا تصل إليه، لأن عبد الرحمن بن عوف حاط له فرد شرط، هذا اللي يقول عنه عمر لا يصلح إلا لمنادمة النساء، صار خوش آدمي، صار هو اللي يقدر مستقبل الأمة، هو اللي يرشح الخلافة،